السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملت المكشكشه المنتشره جدا والمشهوره بطريقه بسيطه وسهله. كل سنه وانتم طيبين. دعواتكم ليا ان ربنا يشفيني من الورم، وربنا يصبر كل مريض على رحله العلاج، ويا رب يوصلنا لمرحله الشفاء التام باذن الله. عملناها بقى بطريقه سهله جدا. تابعوا معايا الوصفه باذن الله تعجبكم. الاول هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وندهنها سمنه، تكون سمنه متماسكه يعني مش سايله، وهنسيح سمنه ونبدا ندهن ما بين كل طبقتين جلاش سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهنكشكشها كانك بتعملي مروحه. بعتذر لكم بقى عن الدوشه اللي ابني كان عاملها. الاطفال احباب الله، بيشوفونا نتكلم بنسجل فويس تلاقيهم داخلين كده اي حاجه وخلاص بتتقال. بنبدأ بقى نحط سمنة زي ما انتم شايفين بالفرشة. طبعا الفرشة ما بتحطش سمنة كتير، فلازم نستخدم فرشة. انا مسيحة سمنة حوالي مثلا 3 أو 4 معالق سمنة، مش كتير خالص. والسمنة بقى اللي بنحطها في الصينية من تحت بتكون زي ما قلت لكم مش سايحة، اللي هي سمنة عادية خالص يعني. تفضلي بقى تكشكشي كده الورق اللي هي بص زي المروحة بتاعت القديمة، وبنرصهم جنب بعض في الصينية طبقتين طبقتين. بتطلع يعني جميلة جدا. من فوق كده بتبقى هشة مورقة، ومن تحت بتاخد طبقة يعني ايه متماسكة شوية، سميكة شوية. واحنا عايزين الطبقة اللي من تحت دي تبقى ماسكة نفسها، علشان خاطر هنسقيها بقى بحاجة تانية كده. طبعا هي يا جماعة المكشكشة دي بتتباع عايزة اقول لكم ب500 جنيه، وارقام كبيرة جدا، ومش صينية كبيرة ولا حاجة، صينية صغيرة كده قد الطبق كده. ليه بقى؟ عشان خاطر الحشو بتاعها. هما طبعا بيكلفوه جامد جدا، بيحطوا له بيض وبيحطوا له قشطة وبيحطوا له لبن مكثف محلى بكميات كبيرة. تمام، مش كميات قليلة، انا بتكلم في كميات كبيرة. احنا هنعملها بطريقة برضو جميلة واقتصادية وسهلة. واهم حاجه زي ما قلت لكم، انا قناتي بتقدم وصفات اقتصاديه، بس اهم حاجه عندي ان الطعم يبقى حلو. مش معنى ان احنا هنوفر او هنقلل من التكلفه ان طعم الحاجه يطلع مش لطيف خالص، لا. انا عايزه اقول لكم ان انا بنوتي مش بتحب الجلاش ولا بتحب الحلويات الشرقي تقريبا. لكن طبعا عجبها جدا يعني الجلاش ده. عجبها خالص طبعا يعني. وانا بعمل بقى ابني تلاقي يقفل على الرخامه مش عارفه بنقعد على الرخامه زي ما انتم شايفين. بيحبوا بقى يتفرجوا هم على الحاجات دي في المطبخ معانا. ندخلهم المطبخ عادي يعني، بس اهم حاجه يكونوا ايه مش جنب حاجه سخنه، مش جنب حاجه مثلا خطر ممكن تبهدلهم او حاجه زي كده. زي ما انتم شايفين كده بيلعب في السمنه، دي حاجه خطر، فانا الحمد لله نزلته. كانش ينفع اقعده جنب السمنه يعني، هيستحمى وهيبهدل لي هدومه. المهم طبعا هنقعد بقى نكشكش في لفه الجلاش. لو انتوا عددكم قليل يعني اعملي نص اللفه، تمام. والافضل انك تقصيها كده بالنص وتعمليهم. هي بتبقى طويله، انت قصيها بالنص كده واستخدمي الطبقات كلها. انا كشكشتهم كلهم بطريقه المروحه. في طريقه تانية ان احنا بنحط حوالي 3 أو 4 ورقات تحت مفرودين، مش مكشكشين ولا حاجه، وبعد كده بنكشكش اللي على الوش. دي زي دي انا مش شايفه فيهم فرق كبير يعني. انا عملت دي وعملت دي، فانا مش حاسه بفرق كبير. زي ما قلت لكم احنا في البيت بنبقى حابين نعمل حاجه اقتصاديه وحاجه سهله وطعمها حلو للولاد. حتى بصوا الورقه المكسره عادي استخدمناها. فلو انت عندك ورق مكسر جلاش مش سليم قوي او بايت عندك، عادي الوصفه دي يعني ايه هتلمه، فاهمه؟ هتطبقي فيه كده وشويه سمنه. طبعا السمنه اللي هتبقى معايا هحطها برضو على الوش. قبل بقى ما ادخلها الفرن انا هقطعها. غالبا في ناس بتقطع بعد الفرن، انا بحب الجلاش كده بصراحه والرقاق اقطعهم قبل ما ادخلهم الفرن. انا بشتري دماغي بعد كده بيطلعوا شبه متقطعين، بدوس بس عليهم ايه اتقطعوا بسهوله. طبعا زي ما انتم شايفين الله اكبر عليا يعني، قصتها بعوجه، ما تعملوش زي لا تكونوا مثلي. قصتها معوجه كده بس مش مهم يعني مش هتتاكل. طلعت بقى حاجات قصيره وحاجات طويله بعد كده لما قطعتها، بس هي جميله برضو جدا على فكره.
تعالوا بقى نعمل الصوص اللي احنا هنسقي بيه الجلاش. هناخد 2 باكت كريم كراميل زي ما انتم شايفين كده، وهناخد معانا كوبايتين لبن او 3 كوبايات لبن. انا زودت اللبن طبعا. بعد كده هناخد كده كيسين زي ما انتم شايفين، ما تحطوا السكر ولا اي حاجه. هو 2 باكت من الكريم الكراميل على كوبايتين لبن او 3 لو انتي بتحبيها بقى غرقانه في اللبن وكده. وكمان طبعا كمان لو انتي بقى حابه تخليها احلى واحلى، يعني يا ريت بقى تضيفي مثلا بيضه مع الوصفه، او تضيفي لبن مكثف محلى. طبعا اللبن المكثف المحلى غالي، فده يرجع لاختيارك طبعا. هضيف بقى الكميه دي عليها. انا دخلتها الفرن اتشمعت كده 5 دقايق، طلعتها وبعد كده ضفت اللبن والكريم كراميل اللي عليها، وهدخلها الفرن تاني لحد ما تاخد لون حلو معانا كده. ممكن نفتح عليها الشوايه كمان حسب الفرن بتاعك. لو لقيتيها احمرت من الجناب ومن تحت ولسه ما احمرتش من فوق، شغلي عليها الشوايه دقيقتين 3 هتلاقيها خدت وش من فوق. ده اللي تقريبا انا عملته. مجرد ما تحمر معاكي من الجناب افتحي عليها الشوايه دقيقتين ولا حاجه هتلاقيها احمرت كده وبقت تحفه. طلعتها من الفرن. كنت مجهزه الشربات جهزته معايا بكوبايه ميه وكوبايه سكر، وحطيت كمان معلقه جلوكوز كبيره او معلقتين جلوكوز كبار وفانيليا. وانا ما حطيتش ليمونه على العسل على الشربات بتاعي. وبدات بقى اسقيها بالشربات كده زي ما انتم شايفين، بيبقى تقيل مش خفيف. طبعا هو سخن والشربات بارد. بعد بقى ما صبينا الشربات، حابه تزودي الشربات كده عن كده مفيش مشكله، بس انا بحب كده الشربات يعني يبقى خفيف. طبعا ممكن كمان تسقيها بلبن حلة مكثف لما تخرج تبقى طعمها احلى واحلى. طبعا ممكن تحطي اللبن حلة مكثف مع معلقه قشطه وتضيفيها برضو عليها، هتبقى حلوه. بصوا هو الوصفه دي جميله جدا ومختلفة، وشكلها اصلا حلو ومختلف. الكشكشة دي جميلة، يعني شكلها جميل والله. فجربوها باذن الله هتعجبكم. انا قطعتها وانا عارفه ان كنت قطعتها قبل ما تدخل الفرن، فطلعت معايا بسهوله كده من الصينيه. حطيتها في طبق. عايزه اقول لكم انا بوريكم شكلها، يعني بمجرد اصلا ما بنتي شافتها وشمت ريحتها بقت عايزه تيجي تدوقها. بصوا بقى من تحت طريه كده ومن فوق بتبقى ناشفه. شايفين من تحت كده تحسوها طريه يعني جوسي كده، ومن فوق بتبقى مقرمشه كده ومرة. هي شكلها بيبقى كده يعني. هي دي فكرتها تمام. في ناس طبعا بتحط كريمه تحت زي اللي هي مهلبيه كده. دي ليها طريقه ودي برضه طريقه سهله وجميله، يعني للمستعجلين امثالي واللي حابين كمان وصفه اقتصاديه جدا. في الاخر بقى التزيين يرجع لكم. حطيت بقى عليها شويه مكسرات وشويه ورد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اللي عليكم ما تنسونيش باللايك. كمان دعموني كده لان الدنيا واقعه معايا خالص على اليوتيوب الفتره دي. وربنا يحسن بين ايديكم يا رب، ويا رب تكون الوصفه تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.